النهارده هنجرب مطعم خالي، وخلي بالك يا خالي انا بقول الصراحه ولا على رقبتي، انا ما بخافش. ايدك تقيله وانا عارف، بس يعني انا بص خالي بقى ارخص مطعم في طنطا كلها. يعني انا كنت لسه عارف الاسعار دي والله واحنا بنطلب، مش انا رحت طلبت الاوردر اصلا والله. ربع كبد وقوانص، ربع كيلو كبد وقوانص ب 40 جنيه. خالي بيدمر اسعار يا جدعان، خالي بيدمر الاسعار، وبيجي معاهم التلات رغيفه دول وتلات اكياس من دي. نقول بسم الله كده. واحلى حاجه بقى الايه، العيش شرب من الصوص كده بتاع الايه التسويه دي. نقول بسم الله. فين الجو انت يا خال؟ لا، الكبده والله بجد جميله، وحاطط عليها شويه توابل، ويعني مظبطه كده، واحلى حاجه ان هي مستويه على الجريل، واخده سوا كويس قوي، فيعني ممتازه، فنديها 9 من 10. ده بقى الشيش، بص كميه الشيش ده ب 70 جنيه ربع كيلو. خالي بيحط من الاسعار، ارخص مطعم في طنطا، سامع يا خالي؟ عشان لو في اي حاجه تالت وحشه بقى تفتكر ان انا فخمت في المطعم، يعني بقى افتكر هو محل مبدئيا مش مطعم، يعني عشان ما نقفرش. عند كوبري القرش. بسم الله. الشيش تتبيلته كويسه جدا، ناقصه بس حاجه واحده، عايز ملح وفلفل. ملح وفلفل بس ناقصين فيه، ممكن تكون دي غلطه منه، الملح والفلفل ناقصين شويه، فهنديله 9 برضك من 10. هو انا في عاده لو مش تخالي هديله 8 ونص، بس هو خالي فانا يعني لازم على الاقل اقول 9، يعني انت واخد بالك انت يا رب ما تتفرج على الفيديو. معانا بقى الكفته ب 70 جنيه برضك، ربع كيلو، وانا واكل صباعين قبل التصوير. ده حجم الصابع فيها، انا واكل 2 قبل التصوير. بسم الله. مظبوط بقى كده. بامانه في حبه لحمه هنا يستاهل بق اي حد. جوده اللحمه هنا والله العظيم عشان خالي جوده اللحمه ممتازه، حتى لو بيصور يعني بيقول الجوده ممتازه جدا. احسن حاجه النهارده معانا هي الكفته بعد كده الشيش بترتيبهم، كفته الشيش الكبد والقوانص. 70 70 40. خالي كمان عنده حاجه، كمان عنده فراخ، بيبيع نص كيلو، بيبيع نص الفراخ ب 125. خالي بيضحي، كان نفسي اقول لهم روحوا له باسم عبد الرحمن، قولوا له احنا متابع عبد الرحمن يعمل لكم خصم واقول لكم 125. بس انت لو رحت له قلت له عبد الرحمن بيتصور، هو ما يعرفنيش، هو ما يعرفش ان انا بصور اصلا، ولا يعرف اي حاجه عن الموضوع ده، ومش انا اللي طالب الاوردر والله عشان كنتش هاخد فلوس. ده احلى حاجه. خالي بقى عنده الفراخ النص كان 25، ده هنجيبه في يوم تاني، بس ايه خالي بيسويها على الفحم، فبتاخد وقت محترم يعني، فممكن تاخد معانا ساعه الا ربع في الرينج ده، فاحنا كنا مستعجلين، فان شاء الله يبقى في جزء تاني من تجربه بقى الفراخ بتاع خالي. خالي عند كوبري القرشي قدام زينهم، جنب جزيره السبعاوي، وجنب اسمه ده سوق السباعي. تمام، هتلاقوا المحل مكتوب ابو اليزيد. تمام، روحوا قولوا له بقى اللي انا جاي من تابعه، عملت له فيديو كده وقلت عليه 10 من 10. كان معاكم عبد الرحمن الجامع. سلام.